يا مرحبا باخواني ومساكم الله بالخير وحياكم الله. اخواني ما راح اطول عليكم ولكن بدش بالموضوع دايركت. ابى اتكلم عن مسلسل دفعة لندن. في بداية الامر يجب ان تعلم يا استاذي الكريم ان الشعب العراقي الابي الغالي على قلوبنا له الاحترام والتقدير في ذلك، ولن نسمح باي اساءة تكون لا على العراق ولا على اي من الشعوب العربية الاخرى. لذلك استاذي الكريم هذا المسلسل لا يمثل الشعب الكويتي لا من قريب ولا من بعيد. شلون يا حمدان ما يمثل الشعب؟ لأن الشعب ليس له يد في هذا الأمر. الأمر الآخر لم يعرض على قناة كويتية. الأمر الثالث بأن جميع أو أغلب الممثلين في المسلسل ليسوا كويتيين. ليش حنا دائما في الدول العربية إذا أساء مثلا كويتي ولا عراقي ولا مصري ولا كذا على أي دولة كانت نحمل الدولة كاملة بسوء هذا الشخص السيء؟ لذلك اخواني يجب ان نعلم بان الكاتب او المخرج الذي لا يحمل محتوى ولا عنده رسائل هادفة يفيد بها المجتمع يبحث عن مثل هذه الامور التي بها شو اعلامي من اجل ان يستقطب ويرفع مشاهدات المسلسل. لذلك يا جماعة الخير انا والله العظيم لا اشره او اعتب على الشعب العراقي ان ينتفض بمثل هذه الامور، لانه ما يصير ان تطلع الشعب العراقي ما عنده اخوه، وما يصير تطلع نساء العراق انهم حراميه، وما يصير تطلع نساء العراق انهم خدامات وما تبي الناس يتكلمون. انا لو صاير الامر هذا والموقف على الشعب الكويتي والله لن اسكت. لذلك نسال الله ان يجمعنا واياكم على المحبه والطاعه وكل الاحترام والتقدير للشعب العراقي الابي. لذلك نحن في شهر فضيل مبارك استغلوه في الامور الطيبه وابتعدوا عن الاشياء التي ليس لها من المعنى شيء وهي دون ادنى شك فتنه، فالفتنه نائمه لا تحاولوا ان توقظوها نهائيا. والسلام عليكم.